موضوع ضريبة الموبايل عامل مشاكل كتيرة جدا عند الناس. في أسئلة كتيرة جدا. أنا جمعت كل الأسئلة دي وجبت الإجابات بتاعتها من المصدر الرئيسي أو الرسمي بتاع الموضوع ده اللي هو موقع تليفوني. أولا في ناس بتسأل أنا موبايلي بيدعم شريحتين، يعني في شريحة عادية مثلا وشريحة اي سم. أنا طول عمري بستخدم الشريحة العادية عادي جدا. هل في حالة إن أنا استخدم الاي سم هيبقى في رسوم على الموبايل ولا لأ؟ الإجابة لأ، مش هتدفع أي رسوم طالما أنت كنت بتستخدم أصلا خط مصري في الموبايل بتاعك، فالشريحة التانية انت مش هتحتاج لها ان انت تدفع اي رسوم. طيب حد ممكن يقول لي انا لما دخلت الرقم الاي ام اي اي بتاع شريحه الاي سم لقيت ان في رسوم على الموبايل. برضو مفيش مشكله، هو التطبيق بتاع تليفوني او الموقع بيقولوا ان حتى لو ظهر معاك رسوم بالشكل ده او في الحاله اللي احنا بنتكلم عليها، انت بمجرد ان انت تتواصل معاهم عن طريق الكول سنتر او عن طريق الايميل او عن طريق الواتساب هم هيحلوا المشكله، وهم ما زالوا لسه عمالين بيظبطوا البرنامج، فممكن تلاقي حاجات زي كده. الخلاصه في النقطه دي ان انت لو كنت مشغل خط مصري على التليفون بتاعك فما فيش اي رسوم هتتفرض عليك لما تيجي تستخدم الشريحه الثانيه. ثانيا، هو قرار اصلا الزياده ده هيتطبق من امتى؟ قرار الزيادة ده هيتطبق من يوم 1/1/2025، 1 يناير 2025 ده بداية تطبيق القرار. بناء على مكالمة مع خدمة العملاء قالوا لي القرار ده بدأ تنفيذه من يوم 1/1/2025. طيب هنا في بعض الناس بيسألوا هل تطبيق الرسوم ده هيبقى بأثر رجعي؟ لا، هو مش هيبقى بأثر رجعي. كل التليفونات اللي اشتغل فيها خط مصري قبل 1/1/2025 دول مش هيدفعوا أي رسوم. الفكرة في التليفونات اللي اتفعلت أو ما اشتغلش فيها خطوط مصرية ما بعد 1/1/2025 دول اللي هيكون عليهم رسوم. طيب ثالثا او رابعا في ناس بتسأل هل القرار ده هيتنفذ على التابلت او الايباد؟ الإجابة لا، القرار ده هيتنفذ بس على الموبايلات. فلو معاك تابلت أو ايباد بيشتغل بشريحة مفيش أي مشكلة، الجهاز ده مش هيقف معاك. خامسا هفترض إن أنا معايا تليفون وليكن ايفون مثلا ورحت للتوكيل علشان كان في مشكلة في الايفون بتاعي، فاضطريت أو هم علشان يحلوا الموضوع ده غيروا الايفون بتاعي استبدلوه بايفون تاني، وبالتالي الأرقام هتبقى مختلفة. في الحالة دي هل هدفع رسوم ولا لا؟ الإجابة برضو لا، طالما أنت استبدلت الموبايل بتاعك فأنت مش هتدفع أي رسوم على التليفون اللي أنت استبدلته. سادسا ازاي اعرف ان التليفون بتاعي اصلا عليه رسوم ولا لا؟ كل اللي انت هتعمله هتدخل على التطبيق بتاع تليفوني وهتدخل الاي ام اي اي نمبر بتاع التليفون بتاعك، هتتاكد وهتشوف اذا كان في رسوم موجوده على الموبايل بتاعك ولا لا. وزي ما قلت في الاول اذا كان تليفونك ده اشتغل عليه اي خط مصري فمش هيبقى عليه اي رسوم. وللي مش عارف يجيب رقم الاي ام اي ازاي، هيطلب نجمه شباك 06 شباك من اي موبايل هيظهر له رقم الاي ام اي اي. سابعا ودي نقطه مهمه جدا، هل لو انا جاي من بره مصر ومعايا موبايل هل في اي نوع من الاعفاءات علشان ده استخدام شخصي ولا لا؟ في الحقيقه احب اقول لك ان مفيش اي نوع من انواع الاعفاءات لاستخدام شخصي او استخدام مش شخصي. كل الاجهزه هتدفع الرسوم دي للاسف، وده الكلام اللي مكتوب على الموقع بتاع تليفوني. وكمان كلمت خدمه العملاء النهارده اكدوا لي نفس الكلام، سالته بشكل واضح جدا انا جاي من السفر، هل لو دخلت بالموبايل ده للموظف بتاع الجمارك وقلت له ان الموبايل ده استخدام شخصي هل هيعمل لي اي اعفاءات من الجمارك ولا لا؟ قال لي بشكل واضح لا. وده في الحقيقه عكس الكلام اللي قاله نائب وزير الماليه ان كل واحد ليه تليفون استخدام شخصي هيبقى ما عليهوش جمارك او اي رسوم. في الحقيقه النقطه دي مبهمه ومش واضحه ومش معروف الصح فين والغلط فين، بس الكلام الرسمي من الموقع التليفوني ان مفيش حاجه اسمها اعفاءات من الرسوم. اللي معفى فقط من الرسوم هم الاجانب اللي بينزلوا مصر وبيستخدموا شريحه اجنبيه على التليفون بتاعهم، يعني بيستخدموا التجوال. دي الحاله الوحيده اللي مش هيدفع اي رسوم وهيقدر يستخدم الموبايل بتاعه مهما كانت المده اللي قاعدها في مصر. نقطه رقم 8، هفترض ان انا دخلت على تطبيق تليفوني لقيت فيه رسوم على الموبايل، هل اروح ادفع الفلوس؟ لا، ما تروحش تدفع الفلوس على طول الا لو جالك اس ام اس او رساله بتقول لك انت عليك مبلغ معين المفروض تروح تدفعه. وفي الحاله دي هو بيدي لك مهله لمده 90 يوم علشان تدفع فيها الفلوس دي، وفي حاله ان انت ما دفعتش الفلوس في خلال 90 يوم ما بتقدرش تستخدم الموبايل بتاعك على اي شبكه من الشبكات المصريه. نقطه رقم 9، في ناس كتير بتبقى قلقانه ان هي بتدي رقم الاي ام اي اي او السيريال نمبر لاي حد علشان يشيك لهم، فهم قلقانين انه يحصل تهكير او اختراق للموبايل بتاعهم. احب اقول لك اطمن، مفيش اي مشكله، محدش يقدر يعمل اي حاجه، يعني حتى لو اديت رقم الاي ام اي اي لاي حد يجرب لك مفيش اي مشكله، ما تقلقش. نقطه رقم 10، لو بعت الموبايل لاي شخص تاني او غيرت الشريحه هل كده انا عليا اي رسوم اضافيه او الشخص التاني هيدفع رسوم؟ لا خالص، مش هيدفع
تدفع اي رسوم، الموضوع كله مرتبط بالموبايل. الموبايل ده لو فلوسه مدفوعه او هو معلوش رسوم فخلاص، لو بعته لاي حد تاني او غيرت الموبايل مفيش اي رسوم اضافيه. 11 ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، لما حضرتك هتروح تشتري موبايل خاصه في الفتره اللي جايه سواء جديد او مستعمل، ما تشتريش الموبايل الا لما تتاكد الموبايل عليه رسوم ولا لا. يعني وانت واقف في المحل اللي انت بتشتري منه تجيب العلبه بتاعه الموبايل، تطلع من عليها رقم الاي ام اي اي ده لو هو الموبايل جديد ومقفول او متاكد ان هو مقفول فعلا، ولو الموبايل مستعمل تطلع الاي ام اي اي من جوه الموبايل وتدخل على تطبيق تليفوني تتاكد عليه رسوم ولا لا قبل ما تاخد قرار الشراء علشان ما تتدبسش في مبلغ كبير على الفاضي. طيب الرسوم دي قيمتها كام؟ الرسوم دي قيمتها 38.5% تقريبا من قيمه الموبايل، ودي بمجرد انت بتحط رقم الاي ام اي اي على التطبيق بتاع تليفوني هو لوحده بيطلع لك رقم، يعني هو مش بيحتاج منك فاتوره ولا اي حاجه، هو بمجرد انت بتدخل الرقم ده في الابلكيشن هو بيقول لك على القيمه المطلوبه على الموبايل بتاعك. نقطه رقم 12، انت لما تجيب تليفون جديد وهتسجله او هتدفع له الرسوم هتبقى من ضمن الاجراءات ان انت بتسجل الاثنين اي ام اي اي نمبر، ده طبقا للي جه على موقع تليفوني. بس كده، يا ريت تقول لي في التعليقات لو عندك اي سؤال تاني متعلق بالفيلم الهندي اللي احنا بنتكلم عليه ده.